بسبوسة الحلواني هنعملها النهاردة وباحتراف. لما اقول باحتراف يعني باحتراف. يا رب دايما في هنا وخير وسعادة، ودايما كده مشجعيني ومفرحيني بكلامكم الجميل. يلا بينا هندخل على مقاديرنا الجميلة وهنعمل احلى بسبوسة. اول حاجة كده معايا نص كيلو السميد اللي هو بتاع البسبوسة ده، تمام. هنزل بيه، انا شغالة بسميد سايب اهو، ده نص كيلو اهو. هنركنه على جنب ونجيب حله كده بالشكل ده. الحله دي انا مسيحه فيها سمنه بلدي، تمام اهو. دي كوبايه الا ربع من السمن البلدي او اي سمن انتوا حابينه، بس البسبوسه بصراحه عشان تاكلوها ممكن تعملوا، يعني لو مش هيبقى في سمن بلدي كتير ممكن يعني تعملوا الاتنين على بعض، سمن من ده ومن ده، بس يبقى داخل فيها سمن بلدي بتبقى طعمها حلو قوي. هننزل بيها هنا كده في الطبق. في الحله كوبايه سكر اهو، هنا برضو كوبايه، دي كوبايه الا ربع حليب، يعني لا كوبايه الا ربع ولا كوبايه ايه، يعني مج من ده اهو. شايفين ده اسمه عسل، اللي هو ده عسل ايه، بتجيبيه من اي حته، عسل الجلوكوز ده على فكره بتلاقوه متاح في اي مكان وموجود في اي مكان. البرطمان ده ب20 جنيه، هيسهل حاجات عليك كتير جدا في رمضان، وكمان بينجح الشربات وبينجح الوصفات في رمضان او في اي وقت عموما، يعني ب20 جنيه ده من اي عطار. هناخد منه معلقه كده اهو، بصوا معلقه مليانه قد ايه. طب يا شيماء مش عارفين نجيب العسل ده ولا عارفين نحصل عليه، هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه، هنجيب عسل ابيض لو فيه، هنحط نص كوبايه من دي، نص كوبايه عسل ابيض. طب ما فيش عسل ابيض كمان، اعملوا شربات تقيل، اللي هو القطر اللي هو اللي بنسقي بيه الكنافه والحاجات دي، بس خلوه تقيل قوي زي العسل الابيض كده، نص كوبايه وضيفوه مفيش مشكله. هنبدا نقلب كل الحاجات دي وهناخدها بس على نار هاديه، مش عايزينها تسخن عشان لو بقت سخنه هتبوظ لنا البسبوسه. هندفيها بحيث ان الحاجات دي تسيح، هتبقى فتره كده دافيه بس. بصوا كده الحاجات فكيتها على النار اهو، يا دوبك دفتها على النار لحد ما عسل الجلوكوز ساح خالص، والسكر كمان ما بقاش فيه اي حاجه. بصوا الخليط اهو بقى فاتر. لو كان سخن تسيبوه يبرد، يعني لو سخن منكم غصب عنكم على النار سيبوه يبقى فاتر كده دافي زي دمعه العين. هننزل بقى بالحاجه دي هنا اهو، هنا سكر وسمنه وعسل الجلوكوز ده معلقه كبيره مليانه، وكمان كوبايه الحليب اهو. هننزل بيهم على الخليط بتاعنا، ماشي، ولا نعجن ولا اي حاجه، هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ماشي. دي ما بتتعجنش خلوا بالكم، يا دوبك بس بنلم المكونات بتاعتنا. في اسهل من كده ولا اسهل اهو. وايه، وما بينحطلهاش بيكنج باودر، تمام. البسبوسه ما بينحطلهاش بيكنج باودر خالص اهو، ماشي. بس عجينتنا جهزت اهي. الصينيه بتاعتي حته زبده هنا كده، انا بحب احط حته زبده ايه، اعمل بيها الصينيه كده. والجدران كمان بتديها طعم، وكمان بتدي لون للبسبوسه من تحت حلو قوي. وطبعا استعملوا نوع الزبده اللي يعجبكم او نوع السمن اللي يعجبكم، بس انا بقول في طعم في طعم بس، يعني مش اكتر. بقى بالخليط بتاعنا في الصينيه دي اهو. عارفين الصينيه دي ايه؟ الصينيه دي اللي واخده نص كيلو، يعني الصينيه دي اللي في طقم الصواني ده بيبقوا 3 مع بعض، دي المتوسطه بتاعتي، ماشي. هنبدا بس كده نفردها اهو بالمعلقه بتاعتي، ماشي. ودرجه الحراره بتاع الفرن مثلا على 200 ولا حاجه، 200 حلوه قوي. واول ما ندخلها الفرن، بعد ما تدخلوها الفرن ب5 دقايق، هنبدا نعمل الشربات بتاعها او العسل بتاعها اللي هنسقي بيه، وهيبقى عباره عن كوبايتين سكر و3 كوبايات ميه. بصوا الحركه دي مهمه جدا كده اهو. بصوا نعمت ازاي اول ما عملتها اهو،
مفيش اسهل واحسن من كده. هندخلها الفرن دلوقتي، انا لسه قايدايه بقالي 5 دقايق. الحله بتاعتي نفس الحله، مكانها الزبده ومكانها الخلطه اللي انا كنت شغاله فيها. هاخد بقى كوبايتين سكر، عسل البسبوسه بيبقى خفيف ماشي. ادي التانيه تمام، وعليهم 3 كوبايات ميه. ادي الكوبايه التانيه وكمان كوبايه، ادي التالتة تمام. كوبايتين سكر على 3 كوبايات ميه. وهحتاج من نفس عسل الجلوكوز ده هحتاج كمان معلقه كبيره، بس مش هضيفها دلوقتي، اضافته قبل ما اطفي عليه ب3 دقايق بس. هو كل العسل ده بياخد 7 دقايق على النار. اول ما يغلي على النار، وهوريكم برضو الخطوه دي، اول ما يبدا يغلي كده وياخد ويدي مع بعضه، وده هيغنيكوا عن الليمون. عسل الجلوكوز ده هيغنيكوا عن الليمون. مفيش خلاص استخدموها كده بعصره ليمونه خفيفه ومفيش مشكله. اول ما يبدا يغلي على النار هبدا اضيف له معلقه كبيره من دي، 3 دقايق بالظبط وهبدا اطفي. بصوا يا جماعه، بقى لها دلوقتي تقريبا بتاع 13 دقيقه في الفرن ماشي. انا مخليه النار عندي متوسطه اهي دي ماشي. طيب بصوا ليه هقيد عليها الشوايه دلوقتي؟ شايفين من هنا من الجناب عرفنا ان هي احمرت، هي خدت اللون الجميل التحفه اهو من تحت اهو. هنبدا نطفي من تحت ونقيد الشوايه عليها من فوق خلاص. وتعالوا بقى نروح لمرحله الخطوه اللي باقيه في الشربات. بصوا اول ما العسل بتاعي بدا يغلي اهو على النار، نزلت انا بمعلقه جلوكوز، عسل جلوكوز كبير اهو. لو ما فيش مش مشكله، ممكن تستغنوا عن الخطوه دي وضيفوا بس ربع ليمونه مع الحاجه دي. طيب بصوا هو كده 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق من بعد ما بتحطي عسل الجلوكوز ده وبتبداي تطفي. بس بقى الاضافه دي بقى بتخلي الشربات بتاعي تحفه. حته زبده صغيره بس كده في قلب الشربات بتاعي بيبقى زي العسل اهو. بصوا اللون بسم الله ما شاء الله، اللون التحفه اللي يجنن. شايفين الجمال؟ هنطفي خلاص اهو. كلها خدت تلت ساعه بالظبط. تعالوا بقى كده والاتنين طافيه عليهم مع بعض. بس اخر حاجه اهو الفانيليا دي كده تدي بقى الريحه التحفه مع حته الزبده اللي احنا ضفناها للعسل بتاعنا والبسبوسه. بصوا من قبل ما اعمل فيها اي حاجه، بصوا الطريان بتاعها. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالشربات بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والاتنين مولعين اهو، الاتنين سخنين جدا جدا اهو. بصوا كل ما تشرب، بصوا هتشربهم دلوقتي في ثواني. ولو حسينا ان هي محتاجه تاني هنضيف لها بقيه الشربات بتاعنا اهو. بتشرب ازاي؟ شايفين؟ كل ما بتشرب يا جماعه العسل ده بتبقى عامله شبه يعني بعد ما بتشربوا بتلاقوها بقى كده بقى نفشت، بقت عامله شبه حته الاسفنج. تضغطوا ايدكم فيها كده تلاقيها بتطلع معاكم تاني من جمالها وحلاوتها يعني. بصوا اهو هنضيف شويه عسل كمان وبعد كده هنسيبها تبرد ماشي. بعد ما نسيبها تبرد هنقطعها مع بعض. بعد ما سقيتها الشربات بتاعها او العسل او القطر على حسب كل حد بيقول سبتها ساعة، بردت تماما خالص، حتى مش دافية، باردة جدا. تعالوا بقى نشوف النتيجة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نقطع قطعة ونشوف الجمال اللي انتي هتعتمديه طول الوقت. بصوا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول بس انا مش لاقيه كلام اقوله بجد، انا مش لاقيه كلام اقوله. بصوا كده، شوفوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا شايفين ده؟ ده بقى ولا ريحتها ولا جمالها؟ بصوا الصينيه من هنا، شوفي بصوا صينيه البسبوسه عامله ازاي. اعتمديها بقى، اعتمديها وانا هدوق.